لو كلبك ما بيسمعش كلامك مع انه بيحبك جدا، تعالى هقولك اهم 3 اسباب كفيلة تخلي كلبك ما يسمعش كلامك ابدا وتحوله لكلب عدائي، ولا قدر الله ممكن يبقى فيه حوادث. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده حلقه جديده من قناه مستر هوجو. انا مدحت الحسيني. النهارده يبقى معانا كلاب كتير في الحلقه. حلقه مختلفه شويتين، ان شاء الله هتبقى مفيده للجميع. محمود صاحبي اللي هو صاحب قمر وخان، لو انتوا شفتوا الحلقات اللي فاتت، هو ما كانش عارف يدي الكلبه ست، فالموضوع زعله، فهو كلمني امبارح قعد يشتكي لي كتير. فانا قلت له يا محمود انا هخليك تغير الموضوع بايدك. فانا مستني محمود دلوقتي هيجي وهنبدا مع بعض حتى لو الدنيا ليل. سامحونا على التاخير، ويلا نستنى محمود ونرجع نكمل. محمود جه يا جماعه. السلام عليكم. السلام عليكم. الاستاذه قمر جت اهي. عامل ايه يا عامل يا محمود؟ الاول خد المايك عشان انت النهارده ضيف مهم في أساساً؟ الحلقه. طبعا ده انا علقوا هنا؟ علقوا هنا. انا هخليك انت اللي تحكي للناس الموضوع ايه بالظبط. انا عاملين بس ايه يا خش شباب؟ الأول. اخباركم؟ عايز تشرب حاجه قول لي. تسلم. لا بس ممكن. انا عايز نلحق اخر 10 دقائق في اليوم دول، في يا في دوب النهار يعني. يا دوب بالظبط. عاملين ايه؟ اخباركم الله كلكم؟ اكبر الله اعظم. رجعنا بعد الاذان، هنروح لمحمود نكمل معاه الموضوع. التصرف اللي انا هعمله دلوقتي ده ممنوع اي حد يعمله، لان انا متأكد من حالة الكلبة، متأكد انها مش هتأذيني. تعالي تعالي، سيبها قرب، فك الليش شويه. الجر، واخدين بالكم انا ما رضيتش اقطع حاجه من الشوط عشان اعرفكم ان مش اي كلب بينبح بيبقى عايز حاجه. ده ساعات بيبقى توتر، ساعات بيبقى ازعاج ناتج عن اللمسات الغلط للكلب في اي ثانيه. تعالوا نكمل محمود مع محمود. مش مش هنزود عليه هلمسها في تاني. اللوم اكتر من كده. تعالوا بس نسمع الموضوع ونوري له هل في حلول للكلبه ولا لا. محمود انا عايزك في عجاله تحكي لي الموضوع. والله هو انا اسف الكلبه. معلش اقطعك ثانيه مم. معلش. واخدين بالكم الكلبه هديت ازاي بمجرد انها اتعرفت؟ عشان كده في مرحله في عمر الكلب السوشياليست، او ان الكلب يبقى اجتماعي ويبتدي يتعرف على الناس، دي مهمه قوي. خصوصا ان ومش دي كلبه ليها طقوس برضه، ماشي. خليك انت بالطقوس دي هنشوفها دلوقتي يا عم محمود. زي انا الطقوس الصيني اللي في الفيديو المره اللي فاتت. شفته بيتريق عليا في الفيديو اللي فات وبيقول ان انا بعمل لها تعويذه، ولكن لا والله انا مش عارف اتعامل مع الكلب على قد ما انا بعرف اكلها كويس وبتعرف يعني وبتمشي معايا هيلينج كويس جدا. ولكن ده برضو يعني مش هكدب عليكم خوف، يعني خوف منها انها تسيبني فبتفضل لازقه فيا فبتعمل هيلينج. ده لكن تفسيرك عن الموضوع. ده تفسيري، ده اللي انا شايفه، لان الكلبه ممكن تشرد مني وتجري. طب قول لي يا محمود هي ليه ما تسمعش كلامك؟ خلينا نقول نقط محدده عشان مش عايزين نطول على الناس. احنا ممكن نعمل لهم الموضوع سلسله حلقات مع قمر ومعاك، مفهوم. ونشوف انت بقى هتوصل لفين وربنا يستر وما تكسبنيش. والله هو لازم يبقى عندك علم التواصل مع الكلب اساسا عشان تعرف تتعامل معاه. الموضوع مش طيب سهل على قد انت ما. قلت كلمه دلوقتي مهمه قوي، وهي اهم حاجه، اهم من التدريب بكتير. التواصل. لو علمنا الكلب يتواصل، الكلب هيستجيب لكل الاوامر. مفيش هتعرف تواصل تتواصل معاه، بالظبط مش هيبقى فيه اي حاجه. مش هيبقى فيه حاجه طيب قول لي خالص. انت قمر، انت اصلا بتعرف، هي بتعرف تعمل الاوردرات الاوامر في البيت وانتوا لوحدكم، وكانت مشتته عشان الشارع، ولا هي ما بتعرفش اصلا خالص؟ لا هو باختصار هي ما بتعرفش السبب. هي الكلبه مفيش لغه للتواصل مني ليها، لازم يبقى فيه لغه للتواصل، انا اجهل اللغه. فطبعا احنا جينا عشان كابتن مدحت يعلمها ويعلمني عشان اعرف اتعامل معاها. لازم يبقى في تواصل. عايزك دلوقتي قدام الكاميرا وقدام الناس حاول تدي الكلبه ست، بس انا مش عايزك تضغط عليها خالص. انا عايز الموضوع يبقى عادي، ما تضغطش. هوري لك دلوقتي طرق بديله مهم. وهنشوف هنعمل ايه. يلا انت دلوقتي بس قدام الناس حركها وحاول تديها اوردر ست. بصوا يا جماعه دي الحركه مع الكلبه. بص ست هو اصلا محبوب ملخوم. ست. ها. لا ما انت ركز شويه واثبت، يعني انا مش عايز حركات جسمك سريعه. ماشي. واثبت يا محمود، اثبت لو سمحت. قول لها ست. ست. حاول تاخد انتباه الكلبه وتبص لك. ها. ايه. ست. ها. اسمع الكلام يلا. طب بس عشان مش هنوترها. مهم. بصوا يا جماعه احنا مش هنعيد الكلام كتير. انا دلوقتي هنبتدي نشتغل مع الكلبه زي كانها جار ولسه صغير خالص. الكلبه ما شاء الله عليها متعلقه بمحمود قوي. محمود الكلبه بتعمل هيلينج جنبه تحفه. يعني الهيلينج بتاعها تحسها متدربه في كيناين جامده. بس هي ما بتعرفش تعمل غير كده لان هو عودها انها ترتبط انها تمشي جنبه. بص يا محمود انا دلوقتي هطلب منك حاجتين. مهم. هتجيب هتقول لي كلبتك بتحب ايه اكتر حاجه؟
بتحب حاجات كتير يعني. اكتر حاجه بتحب يعني انا عايز تتهدى استخدمها بيها؟ كمكافأة. ايوه بتهديها بإيه؟ بتحب بسكوت نواعم بسكوت ولا نواعم. مؤاخذه يعني؟ ماشي. طيب انا هستأذنك، هتروح تجيب بسكوت نواعم، هتحط حاضر. قمر في البوكس، هتروح تجيب بسكوت نواعم، اكون انا نورت الدنيا شويه عشان الدنيا ابتدت تظلم جامد، اوكي ونشوف هنعمل معاها ايه. ماشي، ما عنديش يعني مشكله. انت لو عملت ست النهارده هتبقى مبسوط. اوه، هبقى عملت انجاز كبير طبعا. طب لو هتبقى عملت، كده هي بدات تفهم ان انا عايز اديها اوردر، فان طب انا هي دلوقتي لو عملت ست وداون النهارده لا كده خلاص بقى. كده انا هضرب، هفتح مزرعه. روح هات لي نواعم. محمود جاب بسكوت نواعم اهو. احنا مش بنعمل له اعلان والله، بس البسكوت جه مطحون فاحنا اوكي. محمود استأذنك نفك الليش. رايح فين؟ الحلقة ما بدأتش. شفتوا احنا هنبدأ التدريب يا جماعة اوف ليش، احنا بنجيب من الاخر وطبعا ده هزار. احنا بس هنخلي الكلب بحريتها اكتر، عايز اقلل توترها شوية. سيب الليش بعد اذنك في اي حتة. استأذنك، خد البسكوت، خد منه حتتين ثلاثة وحط الباقي بعيد. حتتين ثلاثة صغيرين في ايدك. اول لما تفتحه بس قول لها بص هي قعدت لوحدها. ايه ده؟ الكلبة اتعلمت ست قبل ما نعلمها. نواعم بقى. اتعلمت ست يعني. شمي. انت يا محمود كان كل اللي محتاجه مش تعلمها، انت محتاج تربط الموضوع بس. فانا هعلمك ازاي تربطه دلوقتي، وهخلي شكلك حلو قوي كمان. يعني انت مش هتعلمها بس، انت هتعلمها وهتخلي شكلك حلو قوي كمان. موافق. خدت شويه وهشيل وريني خدت قد الباقي. ايه كده. تعالى وري الناس، قرب قرب وري الكاميرا. طب يا جماعه احنا ان شاء الله بالشويه اللي في ايد كابتن محمود دي هنخلي الكلبه دلوقتي تعمل شويه حاجات حلوه قوي. بص يا محمود، اول لما الكلبه تقعد انا عايزك اهم حاجه انت عندك حركتك زايده شويه. اوكي. انا عايزك دلوقتي تثبت. وهنا بمجرد ما الكلبة شافت كيس البسكوت اتشال ومحمود قافل على بقية البسكوت في ايده، ابتدت تبقى غير مهتمة بالمرة. وده السبب التاني اللي بيخلي كلبك ما يسمعش كلامك وابتدت تتصرف بطريقة غلط، وهو المكافآت المجانية. لما انا دلوقتي هكافئ الكلب مكافآت مجانية، طب لما هيعمل حاجة كويسة انا هديله ايه؟ علشان انا هحاول اوريها له عملي واسيبكم تحكموا عليه. اقسم بالله لو قلت لي بعد كده اسيب عليه هوجو لا اسيب عليه هوجو. عشان كده مش هينفع. تعالى يا محمود انت امسك الكاميرا مكاني. الكاميرا دي متعلقه، قمر متعلقه بمحمود يا جماعه، تعلق فوق الفظيع. تعالوا نشوف انا هعمل معايا وهي مش متعلقه بيا خالص. كده مرايا ما شاء الله عليها، مش عايزه تاخد مني المكافاه وراحت تسحب. قمر خليك محمود، مفيش حركه خالص، ثابت، انا هتعامل. وهنا قمر اعتبرت المكافأة مساومة فرفضتها تماما، ودوت السبب اللي قلنا عليه ان احنا بندي للكلب مكافآت مجانية بدون اي سبب وبدون اي داعي. احنا بنحب الكلاب بس احيانا الحب بيبقى حب غلط او حب بيسبب مشاكل في المستقبل. هنخلي محمود يحكي لنا قصته مع قمر وازاي قمر عايشة معاه في الجزء التاني من الحلقة دي، فخليك متابع ودوس لايك. على فكره هي مش بتحبه قوي زي ما انت فاكر خالص. والله اقسم بالله. هشرح لمحمود بسرعه هيعمل ايه، لان هي الكلبه رافضه المكافاه مني تماما. وتعالوا نرجع تاني. حرك اسرع، حرك اسرع، اسرع وفي اتجاهات مختلفه. مش انت كده هتعمل مجهود وهتتعب. ايوه حرك، ايوه كده بايديك الاثنين هنا وهنا. فك الليش. بدأنا نشتغل بمحفز بديل، بس لسه محمود مش عارف يحرك الكلبة احسن حاجة. فانا مش عايز الكلبة تفقد شغفها باللعبة ديت، فهنوقف الموضوع وخليكم متابعين هنشوف هنعمل ايه. ويلا نكمل. يلا ستوب. وهنا بعد محاولات كتير من اللعب والتوجيه بدأنا ناخد النتيجة اللي انتوا شايفينها دي، بس لسه محمود برضو مصمم على اوردر ستوب في وقت مش وقت. الكلبة من كتر ما هي متوترة بقت حرانة جدا، ومحمود هو اللي لسه متوتر. فتعالوا نشوف هنظبط حركته ازاي. بص عدلت نفسها وقعدت. الكلبة اتعلمت اكتر اقسم بالله. قمر تعالى بس ستوب. انت دلوقتي مندفع ليه؟ طيب واحنا رايحين نديها ست واحنا رايحين نتخانق. هنا قمر مستغربة محمود كليا، والاغرب انها جاية تتحمى فيا انا. محمود بينده لها، هي بتبص له بمنتهى الاستغراب، مشتتة بتبص على كل حاجة. تعالي انا عايز تعالي. يعني هي مش مصدقة بتبص لي تاني. هو دوت صاحبي يعني. انت لو بصيت على بصات الكلبة والله هتفهم. محمود اتصرف صح وقمر اتصرفت صح، وبعد كده رجعت للتشتت لان هي ستيل مشتتة. ففي الوقت ده انت الكلب بيبقى محتاج منك الثبات علشان هو اوريدي مشتت، وده اللي بحاول اوصله لمحمود النهارده. ست روح بس انده لها.
تعالي هنا قمر. انزل تحت يا حبيبي. تعالي. بص بقى لما محمود هيتصرف صح في نفس الدقيقة ايه اللي هيحصل. هي دي، شفت رفعة الايد دي؟ هي دي كل حاجة بقى. عيدها لي 3 مرات الفيديو الجاي ان شاء الله هخلي محمود يحكي لنا قصته مع قمر، وازاي قمر عايشة معاه، وازاي في البيت بيتعاملوا معاه. بص يا كابتن محمود، الايد اللي بنقعد بيها الكلبة تبقى الايد اللي في وش الكلبة مش اللي في ظهره. ايوه كده، تمام. برافو عليك. يلا عيدها لي تاني. تعالي. بس يا فاير، قمر. بس ستوب. ستوب. هي. قول لها نو. معلش. لا لا، نو، تعالي. بحرانة بس. هنفضل نصحح لحد ما محمود ان شاء الله يتقن الموضوع. الكلب قمر بقت شاطرة ما شاء الله، وخدنا نتيجة أيوة مرضية بقى جدا. الثانية مش دي. ايوه دي، هي دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون فيه افادة لينا كلنا ان شاء الله. ولو مش عامل متابعة ما تنساش المتابعة، واستنى الفيديو الجاي. داون النهارده ولا انت تعبت؟ انا عن نفسي تعبت، انا كده تقريبا مشيت نص السكه اللي انا عايزها. هي اصلا تعالى نلبس المايك بس. قمر كلبة قابلة للحراسة جدا، لدرجة انها كانت عايزة تاكلني النهارده 7 8 9 10 مرات. بس الكلام ده كله ناتج عن التربية اللي مش سليمة او التوجيه الغير سليم. هوريكم في مرة الاجريشن بتاعها، هي كل ما بتقابلني بتبقى عايزة تعمل فيا ايه، ودي هنخليها حلقة لوحدها ان احنا هنعالج الموضوع ده عندها بالكامل. لو عايزين تشوفوا محمود شاهين مع قمر تاني ونشوف هنصلح هتشوفوني كتير. الموضوع ازاي. بص فرح اهو بقى. انت بقيت ايه دلوقتي؟ كابتن محمود. بس هو بقى كابتن محمود يا جماعه خلاص. هنحاول ان شاء الله نعدل مع قمر الايام الجايه. لو عجبكم النوع ده من الحلقات اكتبوا لي. الحلقات اللي جايه انا بحاول اعمل على قد ما اقدر الحلقات اللي تقدر توصل لكم اكتر درجه استفاده. فيا ريت تقولوا لي ايه اللي حابين تشوفوه. وانا مدحت الحسيني دلوقتي ورا الكاميرا، قدام الكاميرا الاستاذه قمر وكابتن محمود نركز معاها. وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.